بناتي صار عندن خي، أحلى شاب بكل الحي، جوات عيونه الصغار خبي اسرار اخبار كتار. مبروك غادي. ميرسي خليلي. دايما مبسوط فيك كتير. هيك مثل ولد صغير وعم بيربى طبعا اكيد اول ولد هيك كمان. ولادة غادي الفيلم طلعت مع ولادة غادي الأول ابن من زواج مدني. ثاقبت. ايه مفارقة. هلا نحن اكيد سميناه قبله من غير شر لانه لانه بلشنا عم نشتغل على الفيلم من سنتين، بس كثير انبسطنا لانه غدي له معنى. يعني غدي مش بس مجرد اسم علم هيك، غدي يعني البكره تبعي، الغد تبعي، وان شاء الله يكون الغد تبعنا اذا بدك هيك قابلين للاختلاف للمختلف اكثر، تروح النظره المتخلفه للمختلف، قصه اللا طائفيه تزدهر مثل ما بيقولوا. بنتمنى هذا الشيء. كيف لقيتها كتجربة سينمائية؟ عظيمه جدا، انا كثير فخور بهذه التجربه، كثير مش نتفه، والناس حابينها كثير، والحمد لله اقبال جماهيري كثيف وارقام بتبشر بالخير. لارا she's the mother of the angel. يارا my sister of the angel. 10 and 7 شيء غير شيء، يعني كل وحده شيء. يعني هيدا الصبي شيء فوق الطبيعة. يعني غدي فيلم بيحكي عن قصة نضال بي اسمه ليبا، عم بيحاول انه يخلي ابنه المختلف ينخرط بالمجتمع، المجتمع مش بتقبل ابنه اللي عنده حاجات خاصة. هالقصة هيدي لحتى يقنع الناس انه عنده دور هذا الولد، ولو ما عنده دور ما كان انوجد، بيخترع لهم قصص وقضايا بتخلي الفيلم يتحول لكوميديا. كوميديا اذا بدك سوداء، لانه بتسخر من واقع مرير عم نعيش فيه. سميه ليبا، سميه هلا، هيك بصير عنده كيان، بصير عنده وجود، ولما بصير عنده اسم يعني بصير حدا، ولما الحدا بصير صعب انه يفل. ايمانويل خير الله عم يلعب دور ملاك بالفيلم اللي هو غدي، بس هو ملاك بكل معنى الكلمه، عن جد اجى من السماء، وقف هيك قدام امين فجاه بالكاستنج وقال له انا بدي العب الدور، وفعلا هو لعب الدور، وكان كان رائع جدا، اعطانا انرجي بوزيتيف كل الوقت كنا اوقات نتعب هو ما يتعب. كان ايمانويل يعني ثبت اذا بدك زياده على الفيلم انه هودول الاولاد اللي نحن بنسميهم عندهم حاجات خاصه قادرين يعطوا، اذا بينعطى لهم محبه. اهله لايمانويل عرفوا يحبوه، بتمنى كل الاهل عندهم ولد مثل ايمانويل يعرفوا يحبوه لحتى يبين قد ايه قادر يعطي. ودليل على ذلك ايمانويل خير الله هلا نجم فيلم سينمائي. الإنسان العادي مش قادر يقوم بهالحياة بالأيام يا أستاذ، كيف اللي عنده نقص؟ في 4 أفلام اليوم بالسينما كلهم لبناني، ليه نقيتوا هيدا التوقيت؟ ما كنت واردة انكم تلاقوا توقيت شوي مختلف أكثر، أو أنتم بدكم هيك؟ لا نحن خلص الفيلم وصار جاهز للعرض، عرضناه، يعني مش ما فكرنا بشيء ثاني. بعدين الكومباريزون لصالحنا، يعني نحن واثقين من غدي، عرفت علي؟ وإذا بده يصير في مقارنة بتصور إنه غدي بيملك كل المقومات، مش معناتها هذيك الأفلام ما بتملك، ولكن غدي يمكن أقرب لواقعنا من غيره، عرفت علي؟ فبتصور انه بعدين ما بيصح الا الصحيح بالاخر، الفيلم الحلو بده يبين ان كان فيلمنا او فيلم غيرنا، وحلو المنافسه، وحلو يعني شيء ببشر الخير. هذه العجله الانتاجيه، كنا بالزمانات كل 3 سنين يعملوا فيلم لبناني، هلا كل سنه عم يعملوا 3 افلام او 4 افلام، شيء ببشر الخير. فان شاء الله بتمنى لهم كلهم توفيق فردا، وبعدين اذا بدك الوقت كفيل انه يغربل اي كان الافضل على الصعيد الفني. صار عندن خي